السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، النهاردة هناخد مع بعض الوحدة الأولى الدرس الأول موقع مصر الفلكي. موقع وأول حاجة هنعرفها طبعا إيه هي أهمية شبكة الإحداثيات، لأنها مهمة جدا وعلينا السنة دي. شبكة الإحداثيات أصلا يعني إيه؟ شبكة الإحداثيات المقصود بها خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول ودوائر العرض، واحنا كنا اتكلمنا عنها السنة اللي فاتت في سنة رابعة وعرفنا إيه الفرق ما بين خطوط الطول ودوائر العرض. طيب شبكة الإحداثيات دي مهمة في إيه؟ إنها بتساعدنا في السفر واكتشاف الأماكن، وكمان بنستطيع تحديد موقع مصر على خريطة العالم. يبقى أهمية شبكة الإحداثيات بتساعدنا في السفر، اكتشاف الأماكن، وبنستطيع تحديد موقع مصر على خريطة العالم. دي أهمية شبكة الإحداثيات. يبقى في فرق ما يجي يقول لي ما شبكة الإحداثيات وأهميتها. تتكون شبكة الإحداثيات من نوعين من الخطوط، خطوط رأسية وخطوط أفقية. الخطوط الرأسية دي هي خطوط الطول، والخطوط الأفقية هي دوائر العرض. تاني، الخطوط الرأسية خطوط الطول، والأفقية هي دوائر العرض. إيه وجه الشبه بين خطوط الطول ودوائر العرض؟ يعني ايه المتشابه ما بين خطوط الطول ودوائر العرض؟ قام العلماء برسم خطوط الطول ودوائر العرض وهمية على مجسم الكرة الأرضية، زي ما احنا شايفينها كده. يعني هي الكرة الأرضية ما فيهاش خطوط؟ لا، العلماء هم اللي رسموا عليها خطوط وهمية أطلق عليها خطوط الطول ودوائر العرض. ليه؟ علشان تحدد لينا موقع الأماكن على سطح الأرض بدقة. طب يا مس هم ليه عملوا الخطوط علينا احنا ان احنا ندرسها؟ تمام. خطوط الطول، تعالوا نشوف خطوط الطول عبارة عن ايه. هي انصاف دوائر رأسية بتوصل ما بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وعددها 360 خط. خط جرينتش هو خط وهمي بيقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين، واحد في الشرق والتاني في الغرب. طب يا مس خط جرينتش ده درجته ايه اصلا؟ درجته صفر. يبقى اهميه خط جرينتش ده ان هو بيقسم لي الكره الارضيه للشرق والغرب. ومصر بتقع في النصف الشرقي للكره الارضيه. تقع مصر في النصف الشرقي للكره الارضيه، زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الخريطه بتاعتنا بتاعت الكره الارضيه. ادي القطب الشمالي فوق، وادي القطب الجنوبي تحت في الجنوب، وادي خط جرينتش اللي باللون الاحمر اللي هو خط الطول الرئيسي اللي احنا بنقول بيقسم لنا الكره الارضيه لنصفين، شرق والنصف الثاني غرب، للشرق وللغرب. طيب ايه اهميه خطوط الطول؟ بما تفسر خطوط الطول دي مهمه في ايه؟ بتحدد لينا المواقع على سطح الارض من ناحيه الشرق والغرب، وكمان بتفرق توقيت ما بين الدول. بتدور الارض حول نفسها مره كل 24 ساعه من الغرب للشرق. نركز، من الغرب للشرق مش من الشرق للغرب. الارض بتلف حوالين نفسها مره كل 24 ساعه، وده بيؤدي الى ان الشمس بتشرق على المناطق الشرقيه قبل المناطق الغربيه. الشمس بتشرق يعني بتظهر على المناطق الشرقيه قبل المناطق الغربيه. وبيوجد ما بين كل خط طول والاخر 4 دقائق. يبقى ما بين كل خط. تعالوا نتكلم بقى عن دوائر العرض يا سنة 5. دوائر العرض دي عبارة عن ايه يا مس؟ مقصود بيها ايه؟ هي عبارة عن دوائر أفقية غير متساوية الطول بترسم حول مجسم الكرة الأرضية، وبيبلغ عددها 180 دائرة عرض. خلي بالنا ان احنا قلنا خطوط الطول كانوا 360، اما دوائر العرض 180 دائرة. وزي ما احنا شايفين كده على الخريطة ان دائرة الاستواء هي دائرة العرض الرئيسية، ودي درجتها 0. وفوق خط الاستواء عندنا مدار السرطان، وتحت خط الاستواء عندنا مدار الجدي. طب يا ميس مدار السرطان ده درجته كام؟ 23 درجة ونص شمالا، ومدار الجدي برضو 23 درجة ونص بس جنوبا.
ولو طلعنا فوق مدار السرطان هنلاقي الدائرة القطبية الشمالية، ودي درجتها 66 درجة ونص شمال دائرة الاستواء. ولو نزلنا تحت مدار الجدي هنلاقي الدائرة القطبية الجنوبية، ودي برضو درجتها 66 ونص بس جنوب دائرة الاستواء. وطبعا عندنا القطب الشمالي والقطب الجنوبي، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. طيب مصر بتقع في نصف الكرة، مصر بتقع في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بتقع في نصف الكرة الأرضية بس من ناحية الشمال. يعني إيه؟ يعني تقع مصر في النصف الشمالي للكرة الأرضية مش في النصف الجنوبي، في النصف الشمالي للكرة الأرضية. ومدار السرطان بيعدي من على جنوب مصر، مدار السرطان بيعدي من على جنوب مصر. طيب ايه اهميه دوائر العرض يا مس؟ دوائر العرض اللي احنا خدناها دي مهمه في ايه؟ بتحدد لنا المواقع على سطح الارض سواء كان من الشمال او الجنوب، وكمان بتعرفنا احوال المناخ من حيث الحراره والرياح وامطار. طيب الموقع الفلكي بقى لبلدنا الحبيبه. الموقع الفلكي اصلا هو يعني ايه كلمه موقع فلكي؟ هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض، الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. مصر بتقع بين دائرتي عرض 22 و31 درجه و36 شمال دائره الاستواء، 22 و31 36 شمال دائره الاستواء. بيمر مدار السرطان جنوب مصر واحنا قلنا المعلومه دي. طيب مصر بتقع ما بين خطين طول 37 25 شرق خط جرينتش، شرق خط اللي بتقع فيه دائرتي العرض في مصر وخطين الطول. طيب خلينا ناخد بعض الحقائق التاريخيه، مثلا ان المصريين القدماء اهتموا جدا بعلم الفلك واستخدموه في مجالات كتير جدا زي تحديد المواقع وتوقيت الزراعه وتنظيم الاعياد الدينيه وكمان بناء الاهرامات. يعني معنى كده يا مس ان الفراعنه او القدماء المصريين كان عندهم علم الفلك ده واستخدموه في حاجات كتير زي ما قلنا ان هم كانوا بينظموا الاعياد الدينيه وبيبنوا الاهرامات وبيحددوا المواقيت الزراعه. تعالوا ناخد كده بعض الاسئله نختبر بيها كده نفسنا. يعني مثلا لو جه قال لك اكمل تمر دائره عرض مدار نقط جنوب مصر، جنوب مصر يبقى مدار السرطان. تقسم دائره نقط الكرة الأرضية إلى نصفين شمال وجنوب دائرة الاستواء. يقسم خط نقط الكرة الأرضية إلى نصفين شرقي وغربي يبقى على طول خط جرينتش. تساعد خطوط الطول في تحديد نقط ومعرفة فروق التوقيت بين الدول في تحديد الوقت أو تحديد الزمن. تساعد دوائر العرض في معرفة أحوال نقط من حيث الحرارة والرياح والأمطار، معرفة أحوال المناخ. تشترك خطوط الطول ودوائر العرض في تحديد نقط للأماكن بدقة، طبعا في تحديد الموقع. وبكده يا سنة 5 نكون خلصنا الدرس مع بعض النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم